قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أن الصيام قد كتب علينا، أي قد افترضه الله عز وجل علينا، كما أنه جل وعلا افترضه على الأمم السابقة التي كانت قبلنا. والعلة والحكمة معاشر الأخوة في فرضية الصيام قال جل وعلا: لعلكم تتقون. لعل هذا أن يكون سبب وعلامة على تقواكم لله عز وجل، وتقوى الله جل وعلا هي سبب لدخول الجنة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي الصحابة رضي الله عنهم بتقوى الله جل وعلا. فقد جاء عند الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام أوصى أبا الدرداء وأوصى معاذ بن جبل رضي الله عنهم بتقوى الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي الدرداء: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بالخلق الحسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين تقوى الله جل وعلا وبين حسن الخلق. فالعبد بتقواه لله جل وعلا يصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، وبحسن خلقه مع الناس يصلح ما بينه وبين الناس. فالعبد بتقوى الله وبحسن الخلق يصلح ما بينه وما بين الله وما بينه وبين الناس. وهذين الأمرين جمعهما رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أعظم قدوة وأعظم أسوة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان فرضية الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية للهجرة، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وقد بين لنا ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وحبر هذه الأمة الحالة التي كان عليه الصلاة والسلام عند دخول رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس، يزداد هذا الجود جوده عليه الصلاة والسلام، وهو يشمل كل أنواع الجود، يزداد في شهر رمضان، حتى يشبهه ابن عباس رضي الله عنه، يشبه جود النبي عليه الصلاة والسلام بالريح المرسلة التي يحصل بها سوق السحاب الذي يحصل منه المطر بإذن الله عز وجل، فتخرج الأرض بركتها فينتفع بها، بهذه البركة ينتفع بها الناس. لذا أيها الأخوة مما أثر عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه رضي الله عنهم بقدوم رمضان، ويقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم رمضان شهر مبارك. الحديث. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وهو أصل في تهنئة الناس بدخول شهر رمضان بعضهم البعض. فوالله أيها الأخوة من نعم الله عز وجل على العبد أن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يدرك هذا الشهر العظيم. كيف لا أيها الأخوة؟ هو شهر تضاعف فيه الحسنات، وتكفر فيه السيئات، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه مردة الشياطين، وينادي مناد في كل ليلة من ليالي رمضان كما جاء عند الترمذي: أن يا باغي الخير أقبل، وأن يا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. بل إن هذا الشهر العظيم أيها الأخوة هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ويدارسه القرآن مرة واحدة. وفي المرة السنة الأخيرة التي قبض فيها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين، حتى ثبت في الصحيح أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وهو في مرض الوفاة
دعا ابنته فاطمة فناجاها عليه الصلاة والسلام وسارها فبكت، ثم ناجاها وسارها فضحكت. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سألتها عائشة رضي الله عنها عن سبب بكائها وما هو الشيء الذي ناجاها به النبي عليه الصلاة والسلام، وعن سبب أنها ناجاها مرة أخرى فضحكت. فقالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته ناجاها وأخبرها أنه يموت في ذلك المرض، وبين لها أن جبريل كان يدارسه القرآن في كل رمضان مرة واحدة، وفي السنة الأخيرة التي قبض فيها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان الأخير الذي صام في السنة العاشرة دارسه جبريل القرآن مرتين، فهذا علامة على ماذا؟ على حضور أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وسارها مرة أخرى فضحكت، فقال أما ترضين أن تكون يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفي لفظ في البخاري قال أنت أول لحوقي بأهلي بي، فكان هذا فيه علم من أعلام النبوة. فماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. لذا أيها الأخوة سلفنا الصالح أدركوا هذا الأمر، فكان من دعائهم كما جاء عن يحيى بن أبي كثير في كتاب الحلية لأبي نعيم، وجاء أيضا عن مكحول الشامي في كتاب الدعاء للطبراني، أنه كان من دعائهم وأمنوا عليه أيها الأخوة، كان من دعائهم أنهم يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. وذلك أيها الأخوة لعلمهم أنه يعني موسم عظيم من مواسم الطاعات ومواسم الخيرات وتحصيل الحسنات وتحصيل الأجور العظيمة وتكفير السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فكان من دعائهم اللهم سلمني، تسأل الله عز وجل العافية في دينك ودنياك، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن بشر الحارث بشر الحافي الملقب ببشر الحارث الملقب ببشر الحافي، وعن المعلى بن الفضل أنهم كانوا إذا خرج رمضان يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان الذي مضى، ثم يدعون الله عز وجل 6 الأشهر أو الأشهر الأخرى أن يبلغهم إلى رمضان القادم. أجور أيها أخوة عظيمة لمن استغل، نسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، لمن استغل أيامه بل ساعاته ودقائقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الخسارة أيها الأخوة كل الخسارة أن الإنسان يدرك هذا الشهر العظيم ولا يزداد إلا بعد من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تبت إلى الله عز وجل وتقربت إلى الله عز وجل بأعمال الطاعات في الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتسلسل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، إذا متى تتقرب إلى الله عز وجل؟ متى تترك الذنب ومتى تتوب الله عز وجل؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. حدثكم أيها الأخوة بقصة قريبة في شهر شعبان. كم من الناس ودعناهم أيها الأخوة وذهبوا ممن نعرف وممن لا نعرف. في هذا الشهر أيها الأخوة في أوائل شهر شعبان كنت في المسجد النبوي، وفي يوم من الأيام أيها الأخوة والله يشهد على هذه القصة، في يوم من الأيام وأنا جالس عصر صلاة الجمعة تقريبا في أول شهر شعبان ولا أذكر اليوم بالتحديد، وكان معي أحد الأخوة، وبينما جالسين في الحرم جاء صاحبي